السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. عاملة لكم النهاردة فيديو عن البط البيور والبط المسكوفي وأوزانهم والفرق بين الوزن في العمر دوت بين البط البيور وبين البط المسكوفي. طبعا البط المسكوفي ده عمره 23 يوم. طلعناه معاكم الدورة بتاعتنا عمر يوم لحد النهاردة عمر 23 يوم. وزنتهم معاكم الفيديو اللي فات. ما شاء الله كان وزن البط المسكوفي نزلته لكم طبعا، وكان البط البيور برضو نفس الكلام. نزلت لكم الوزن بتاعه بالظبط وعلى الميزان. كان البط البيور عمر 23 يوم كان عامل كيلو 200 او كيلو 250 كمان. البط المسكوفي عامل 850 جرام. طبعا الفرق واضح. طبعا من الفيديو برضو كده ما شاء الله برضو ايه الفرق واضح. بصوا يا جماعة انا ايه بفضل كل دورة انزلها معايا، بنزل معاها بط بيور وبنزل دايما، يعني البط البيور ده اساسي عندي لان دورته صغيرة صراحة وبيكبر بسرعة ما شاء الله زي ما انتم شايفين. البط المسكوفي بياخد وقت شوية لو انا عايزة ايه مش مستعجل عليه. يعني بخليه ايه عندي كده وعلى مهله كده ويطلع على مهله. لكن صراحة البط البيور بينجز معايا، يعني لو طبعا عندي دورة رمضان وكده وعايزة بط بسرعة بضطر ان انا ايه انزل على طول بط بيور. بينجز معايا. لو في ناس طالبة مني بنزل بط بيور بسرعة والدورة بتاعته صغيرة وبيطلع ما شاء الله. البط البيور صراحة كويس ولحمته كويسة وطعمه كويس. انا ببتدي معاه بالعلف البادي لحد عمر يعني 20 يوم. بمشيه على العلف البادي. بعد 20 يوم ببتدي انزل مضاد سموم. وبعد كده انزل علف نيمي تركيز 21%. بيقعد معايا يعني لحد العلف كده لحد ما بحس ان البطة كده ايه عرضت معايا كده وجسمها كده الهيكل بتاع جسمها ظهر واتبنى، لان انا ما ينفعش ان انا ايه اقطع علف خالص في الفترة دي وهو جسمه بيتبني عشان الهيكل بتاع جسمه يملى لحم ويبقى يعني يتبني صح. طبعا ما شاء الله البط انا بسيبه كده ايه يعني على 30-35 يوم بخليه ياكل علف صوفي من غير اي خلطات زي ما انتوا شايفين كده. بياكل علف صوفي. وبعديها ببتدي انزل بقى ايه ممكن عيش مطحون مدشوش طبعا بنزل على العلف. بنزل دشيشة. بحاول ان انا ايه ادخل خلطات برضو لحد كده ايه بعد اليوم 35 ان شاء الله ببتدي انزل لهم ايه يعني طبعا ايه خلطة. لكن ان انا انزل لسه في البداية وهو لسه بيبني العظم بتاعه الهيكل بتاع جسمه ما ينفعش ان انا ايه انزل في الوقت ده خالص خلطات لحد كده ما احس ان البطة كده ابتدت ايه جسمها هيعرض هيتبني. طبعا لما تيجي تاخد خلطات وتاكل بقى ايه اكل بيتي او تاكل الخلطات الخلطة اللي قلت لكم عليها تشيشة او فول او عيش مدشوش على علف، طبعا الجسم بيتبني. اللحم بقى بيتكون خلاص. هو العظم متكون، احنا سيبنا العظم اتكون لغايه ما جسمها عرض والعظم بتاعها اتكون. خلاص بنبتدي بقى ايه نربي بقى اللحم بنبتدي نربيه بعد 35 يوم. ببتدي بقى انزل لهم الخلطات دي ونشتغل عليه. ما بيبقاش مكلف ولا بيصرف علينا كتير. وبيدينا على فكرة اوزان ما شاء الله. الدورة بتاعتي طبعا ايه انا بوزن لكم كل كام يوم كده بنزل لكم فيديوهات وبنزل لكم ايه اخبار الوزن ايه معانا. وطبعا هوريكم ان شاء الله ايه الوزن في نهاية الدورة بإذن الله لو ربنا أكرمنا كده في آخرها إن شاء الله.
انزل لكم الاوزان ونشوف عمل ايه بالخلاطات بتاعتنا، هل جابت نتيجة ولا ايه. انا عن نفسي بمشي، بس انا امشي معاكم المرة دي طبعا ايه، خطوة بخطوة بالوزن بالخلاطات قدامكم، عشان تبقوا طبعا ايه متابعين معايا كل خطوة. ادي البط بتاعنا، البط المسكوفي زي ما قلنا، والبط البيور قلنا البط المسكوفي 850 جرام. البط البيور من كيلو 200 لكيلو 250. ما شاء الله. دورتنا يعني سريعة، ما عمر 23 يوم، ما يعني البط ما بياخدش وقت معانا. اتمنى كده تشتغلوا كده معايا وتنزلوا دورات زي ما وريتكم امبارح كده في الابيض في الفيديو بتاع امبارح. يا ريت كده ايه، تدخلوا كده وتتابعوني لو انت اول مرة تدخلوا وتشتركوا في القناة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت كده تعملوا لي لايك. واتمنى اشوفكم على خير يا رب، ويا رب يكرمنا يا رب كلنا ويكرمنا جميعا ان شاء الله بالخير دايما. اشوفكم على خير، هتوحشوني كتير. الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.